السلام عليكم. شي حاجه اللي هي رخيصه قامت عليا تقريبا ما بين البصيله ديالها الفلفله ديالها 4 ديال الدولار اللي هي 40 درهم. فيها الزيتون، فيها 2 درهم الزيتون، فيها مثلا الفلفله بحال حسبت الفلفله وبصله ومطيشه من طبيعه الحال عندي في الدار. مهم 20 درهم ديال الفرماج وطاس ديال الطون ب7 دراهم وتقريبا نص لتر ديال الحليبه. القهوه قاعده ندير قهوه وكويس ديال اتاي للوليدات. كاين اللي البنات كيبغوا اتاي والولاد كيبغوا القهوه. وهذا هو منه كاسكروط، منه عشاء، منه كل شيء، لان تقريبا غياكلوا حتى ديك السبعه صافي كيبقى مع الديسير كياكلوه. وشي حاجه اللي هي خفيفه ومناسبه في الثمن بالنسبه اللي بغى يعرف زعما يقتصد على راسو وما يشريش ماكله الزنقه. هذه كتبان لي انا احسن. الا مشيت نشري انا مثلا غنشري مثلا هذه غنشريها ب25 درهم وما غتشريهاش ليا بحال هكا لان ما كترش فيها الفرماج. وإلا بغيتي شي حاجه اللي هي كثيره فيها الفرماج خاصك تزيدي الثمن، خاصك تزيدي الفلوس من طبيعه الحال، كتقام عليك غاليه. اللهم نشري انا مثلا 20 درهم، انا كنشري مثلا نص كيلو، انا قلت لكم قياس 20 درهم مثلا غتصاوب ليا جوج. انا كنشري نص كيلو، كنشري موزاريلا وكنخلطهم، او كنشري كيلو وكنخلطها عاوتاني ب4 كيلو موزاريلا كدير ليا الشهر كامل. وهذه اختكم الشعيبيه يعني غير بالنسبه للناس اللي كيبغوا اقتصاد، شي حاجه اللي هي زعما كاينه اقتصاديه في المصروف وفي نفس الوقت تهلاو في وليداتكم. وفيها البصله مشحره مع زويته العود وشويه الزعتر، وفيها صوص مطيشه مطيباها وطاحناها مع الزعتر ومع الثومه وشويه الابزار وشويه التحميره صافي. وفلفله كنديرها باش يستافدوا منها الوليدات كنديرها خضراء، وشويه الزيتون وشويه الثوم صافي وشويه الزعتر. وها هي البيتزا ديالنا واجده. وتحياتي لخوتي وعزاز وغالي الله يخليكم ليا. دابا تقريبا ما عرفتش شحال في الساعه غنقطع الفيديو.